زهقت من كل ما تيجي تفتح روبلوكس تلاقيها تقيلة ومش بتفتح خالص، وجربت برامج VPN كتير وبوظت لك سرعة اللعبة وخلت اللعب يقطع. النهاردة هقولك على أسرع وأخف طريقة تشغل بيها روبلوكس على الموبايل بكل سهولة ومن غير ما تأثر على سرعة النت عندك ولا البنج. المشكلة مش في موبايلك ولا في اللعبة، المشكلة إن في نوع من الحجب الذكي من الشركة اللي بتزودك بالإنترنت. الحجب الذكي ده اسمه DPI، والحجب الذكي ده بيمنع اللعبة إنها تفتح. والحل مش في البرامج التقيلة اللي بتغير مكانك اللي هي VPN، الحل في تطبيق بسيط جدا ومهمته فك الحجب ده. التطبيق اسمه باي دي بي اي، زي التطبيق اللي نزلناه على الكمبيوتر اللي اسمه جود باي دي بي اي، بس ده اسمه باي دي بي اي بس. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا نخش على الشغل. اول حاجة نجرب نفتح روبلوكس كده ونشوف هتفتح ولا لا. زي ما انتم شايفين ما بتفتحش. عشان ننزل البرنامج بقى هنروح لليوتيوب، هتنزل في التعليقات، اول تعليق او في التعليقات هتلاقي رابط الموقع، تدوس عليه. الموقع هيفتح بالشكل ده. تشغيل روبلوكس في مصر بدون VPN ده للكمبيوتر. عندكم تشغيل روبلوكس موبايل. تمام، هتدوس شاهد التفاصيل، تنزل تحت، تعمل اشتراك في القناة، هيدخلك على القناة، تعمل اشتراك، بعدين ترجع يقولك تم الاشتراك، تدوس تعمل لايك للفيديو وتعمل لايك للفيديو، بعدين ترجع هيقولك انه تمام. هتدوس اضغط هنا لتحميل ملف DPI APK وهيقولك جاري التنزيل. استناه، هو حجمه 5 ميجا غالبا، بس اهو 5 بوينت، يعني قول 6 ميجا. هتدوس عليه كده، هو ده تثبيت الحزم، دوس تثبيت، ده شكله وهو فتح معانا، والتطبيق هيبقى معانا بالشكل ده. هنفتحه، تمام، نديلوش صلاحية الإشعارات، نخش على علامة التس اللي فوق، بعدين هنيجي هنا اهو عند UI Editor دي هندوس عليها، تمام، وهتعمل نفس الإعدادات اللي معمولة عندي. شايف listen address تعملها، كل الإعدادات دي تعملها معايا. تنزل هنا اهو كمان، هنيجي عند design method دي وتعملها out of band، بعدين تنزل تحت تشغل الاتنين دول، بعدين host mix case تشغلها، تمام، بعدين split وsplit دي، تمام، وبس كده. ترجع وتدوس connect، وتدوس لا تسأل مرة أخرى وتديله السماح وتطلع بقى. تعالوا بقى نجرب نفتح روبلوكس. زي ما انتم شايفين اللعبة فتحت اهي، فتحت على طول، تمام، ولو نزلنا تحت كل المابات موجودة اهي. وقت ما نعوز اي ماب نخشها، مثلا نسكيب تسونامي، مع اني منصحش حد يلعبها يعني، بس الماب تفتح على طول وتخش. وبس كده. لو استفدت من الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبولي في التعليقات عايزين شرح ايه تاني وهعملهولكوا. بس كده، مع السلامة.